واش حتى نتوما تتفيقوا وما تتعرفوا اشنو غتوجدوا للفطور، وبالاخص الا كنتم متبعين نظام صحي؟ معكم ماريز اورغانيكس اللي غادي تهنيكم من هذه الحيره. ربة البيوت غادي نوريكم وصفات طبيعيه ديال الجدود، سهله ماهله تحضروها في البيوت ديالكم. والنساء العاملات طبعا ما نسيتكمش، المنتوجات ديالي واجده ونصيفطها لكم حتى لباب الدار في جميع المدن. باش تبداو نهاركم بطاقه وصحه وتهنوا من صداع ديال الفطور، وتقويوا المناعه ديالكم والمناعه ديال وليداتكم، وتهنوا من الدويات، فعليكم بهذه الوصفه الصحيه الناجحه جدا. في مطحنه كهربائيه وضعت الفول السوداني، وضفت عليه حبوب الشيا، وضفت عليه الزنجلان، وضفت عليه بعض حبات من الكرموس المجفف وبعض حبات من التمر، وطحنت الكل جيدا حتى طلق الزيت، ومن بعد زدت 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. وصفة سهلة جدا في التحضير ديالها، يعني في دقائق غتكونوا وجدتوا وصفة صحية لوليداتكم بلا مواد حافظة وبلا كيماويات. ماريز اورغانيكس، على قد صحتك وعلى قد الريجيم ديالك.